سمرانجنت استغل ان الزبونة بتاعته شاربة ومش حاسة باللي حواليها واغتصبها. ايه اللي بيحصل؟ في واحد اسمه سمرانجنت دوت في كاليفورنيا، جات له شغلانة من شركة من شركات الرايد شير. مش معروف لغاية دلوقتي هل هي شركة اوبر ولا هي شركة ليفت ولا هي ايه بالظبط. الشرطة لغاية دلوقتي ما صرحتش بالظبط الشركة هي ايه، ولكن الراجل اللي عنده 35 سنة خد الزبونة اللي عندها 21 سنة، كانت شاربة والدنيا ضايعة معاها ومش شايفة ومش حاسة بأي حاجة حواليها، ووصلها لغاية المكان اللي هي عايزة تروحه في الآب، في التطبيق، في الرحلة بتاعته. ولكن هو بعد كده لقاها ان هي مش شايفة ومش حاسة باللي حواليها، فخدها لففها حوالين المدينة وبعدين اغتصبها. تم القبض عليه طبعا، ودلوقتي هو قدامه كفالة ب500,000 دولار، والشرطة عمالة تبحث دلوقتي عن اي ادلة او اي معلومات خاصة بالموضوع. تفتكروا الموضوع هيوصل لغايه فين؟ مشكله الرايد شير ومشكله الدرايفرز ومشكله الناس اللي مع الابس ديت بشكل عام، في ناس بتغرها ان هي بتشتغل وتلاقي حد مثلا شارب ولا حد معرفش مين، وبعدين يروح سكه يمين او سكه شمال ويفكر الحياه لطيفه والدنيا هتبقى جميله. دي كارثه كبيره يا جماعه، دي مشكله كبيره بتعرضه هو شخصيا لكارثه كبيره ومشكله كبيره، وبتعرض كل السائقين اللي بيشتغلوا في نفس المجال ان هم يلاقوا مشاكل اكتر بعد كده في التطبيقات ديت. وده اللي بيدفع الشركات اكتر واكتر كل يوم ان هي تستثمر في الذكاء الاصطناعي في السيارات ذاتية القيادة عشان يخلصوا من المشاكل اللي زي ديت. شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.